يا مساء الفل. خلاص إحنا بقى إيه، كل يوم بقى في قضية جديدة في الزمالك، كل يوم في إيقاف جديد للزمالك، كل يوم بنقول يا لهوي، يا خرابي، الحق ومش لأ، هنعدّي المرحلة دي، لإن خلاص نتكيّف على الوضع الحالي، ما يبقاش في جديد. المفروض كل ما ييجي لك قضية إيه الجديد، إيه الجديد، ما فيش جديد. طيب الجديد أو اللي المفروض إن إحنا نعمله هاقول لك عليه دلوقتي، بس بعد ما أسأل الأستاذ هاني شكري والمستشار أحمد جلال إبراهيم سؤال، الاتنين، يا جماعة لمّا أنتم اتقابلتوا في نادي الجزيرة في الانتخابات وسلام وأحضان وبوس وضحك وصحاب وواقفين تحكوا وتهزروا، ليه الطرفين يعني المستشار أحمد جلال إبراهيم طبعًا والأستاذ هاني شكري ده محسوب على جبهة الأستاذ مرتضى منصور، ده محسوب على جبهة الأستاذ ممدوح عباس، ده حتى لو ما فيش خلاف شخصي بينهم. بس ليه طالما إحنا صحاب وحبايب برّه نادي الزمالك، ليه ما نتلمّش جوّه نادي الزمالك ونحل مشاكلنا؟ ليه ما يبقاش أستاذ أحمد جلال إبراهيم وأستاذ فلان وأستاذ فلان وأستاذ فلان ومعاهم أستاذ فلان وأستاذ فلان وأستاذ فلان، ليه كلّهم الناس المتخانقة مع بعض دي وعاملين مشاكل في الزمالك والناس الجبهات اللي بتتصارع واللي عاملة مشاكل في النادي، ليه ما يلمّوش بقى طالما أنتم صحاب وحبايب كده، ليه ما تحلّوش موضوع الزمالك؟ ليه ما تحلّوش مشاكل الزمالك ليه؟ يعني ليه؟ طالما أنتم كده بتتقابلوا ومعروف أستاذ هاني شكري في أنهي جبهة، معروف أستاذ أحمد جلال إبراهيم في أنهي جبهة، طب خلاص، إذًا في إمكانية إن كل الأطراف تقعد على ترابيزة واحدة ويتفاوضوا ويحلّوا مشاكل نادي الزمالك، لإن مشاكل نادي الزمالك بقت أكبر من الخناقات الشخصية. إزاي بقى أكبر من الخناقات الشخصية؟ وده نفسه اللي بنقوله إن إحنا نعدّي مرحلة القضايا. آسف. إزاي بقى أكبر من الخناقات الشخصية دي؟ إحنا الزمالك دلوقتي بعد القضية التامنة بقى عليه حوالي 1.200.000 $300,000 يعني حوالي 60، 70 مليون جنيه مصري في القضايا ال8 اللي فاتوا، اللي إحنا كلنا حافظينهم، 3 مساعدين جوميز، جروس، فرجاني ساسي، ستريلا بتاع شيكوبانزا نادي بتاع شيكوبانزا، وشارلروا بتاع عُدي الدباغ. طيب متوقع خلال اليومين الجايين ييجي لك النادي بتاع ألفينا والنادي بتاع عبد الحميد معالي والنادي بتاع الجفالي والنادي بتاع صلاح مصدّق، غير عبد الحميد معالي والجفاري وصلاح مصدّق نفسهم، غير غير عمر فرج. فمتوقع إن أنت خلال ال ال غير طبعًا إبراهيم النضاي $1.800.000 غير طبعًا مشلاك $800.000 فأنت متوقع خلال اليومين الجايين دول وقبل يناير توصل 3، $4 مليون غرامات، هتفُك مش تقدر تفُك خلاص، نتكلم بصراحة. اللي خلّاك ما فكّيتش على ال120.000 وعلى ال60.000 وعلى ال80.000 وعلى ال1.000.000 هتفُك على ال3، 4.000.000 طيب هيبقى الحل إيه؟ الحل إن أنت هتكتفي الموسم ده بالصفقات اللي عندك، يبقى رقم 1 تجدد للعيبة اللي أنت محتاجها، وتدفع فلوس للعيبة الأجانب، وتجيب مدرب قوي زي هانز فليك مثلًا، طبعًا مش بالاسم مش بنقول بالاسم هانز فليك هو اللي ييجي طبعًا، ولا حد بس حد بالعقلية دي، بالشخصية دي، حتى لو هو صغير يا عم، حتى لو هو مش معروف، يكون فيه السمات الشخصية دي، اللي يقدر يعمل من الفسيخ شربات، عشان تقدر تكمّل الموسم. بحسام عبد المجيد وبعواد وبصبحي وعبد الله السعيد وألفينا وعلاء الدباغ يعكّس شوية، سيف الجزيري يعكّس شوية، أحمد حمدي وناصر ماهر وشحاتة في نُص الملعب وهتمشي، وأحمد فتوح طبعًا وعمر جابر وهتمشي. ده الحل الوحيد لإن الزمالك يعدّي، مدير فني قوي وتدفع مستحقات اللعيبة وتجدد للي موجودين، حافظ على اللي تحت إيدك. لأن اللي تحت إيدك لو فك مش هتعرف تجيب مكانه، خلاص؟ فإدارة الزمالك تطلع طبعًا هتعلن ده قريب، هيبقى صعب فك القيد قبل يناير، ولو فكيت القيد قبل يناير مش هتجيب صفقات قوية، مش هتجيب حاجة كبيرة خالص، الأفضل نركّز التفكير دلوقتي على الحفاظ على الفريق وتبنيه صح. وتضبّط الدنيا فيه، تشوف بقى عمرو ناصر ده تشوف له حل، محمد شريف ده تشوف له حل والّا أحمد شريف ده تشوف له حل،
ترجّع عبد الحميد معالي من برّه، تعالَ يا ابني حقّك علينا خُد لك فلوس وكمّل. تشوف صلاح مصدّق، يا ابني حقّك علينا تعالَ خُد فلوس وكمّل. ده أنت محتاج كل اللعيبة المتأيّدة في الزمالك أنت محتاجها. آخر حاجة الأهلي يفشل، يفشل في إيه؟ يفشل في تسويق أشرف داري. أشرف داري دلوقتي بقى واقف زي اللقمة في الزور في قايمة الأهلي، واخد مكان في قايمة الأجانب، إصاباته كتير. ياسين مرعي وممكن يجيبوا أي حد مصري مع ياسر إبراهيم مع الكلام ده كله، مش ما فيش حاجة لأشرف داري ومرتبه عالي. طيب اطلع يا ابني إعارة، قال لك مش هاطلع إعارة جوه مصر، أنا مش عايز أطلع إعارة جوه مصر. طب اطلع إعارة روح الرجاء ونجيب يوسف بالعمري مكانك، قال لك لأ مش هاخش بدل. فالأهلي عمال يعرض على كل الأندية جوه مصر وبره مصر، ما حدش عايز يشتريه عشان ما عندوش، اللي عنده الإصابات كتير وفلوسه كتيرة. فأعتقد إن الأقرب الأهلي لو ما عرفش يسوقه، الأهلي دلوقتي بيفكر في إيه؟ أي نادي ياخده هندفع إحنا نص مرتبه، هندفع جزء وأنتوا جزء، هنشيل إحنا النص، تمام؟ وأنتوا خدوه، لو ما عرفوش يبقى هيمشي في الصيف فري. ولكن الأهلي لازم أو عايزين بضرورة جدًا إن هم يسوقوا أشرف داري في يناير عشان يلحق يجيب مكانه مهاجم أجنبي يستفيد في القايمة بمكانه. ده موقف أشرف داري وموقف الأهلي، اللي الأهلي حتى هذه اللحظة فاشل تمامًا في موضوع أشرف داري، ولحد دلوقتي لسه ما حسمش ملف تجديد أليو ديانج.